مقارنه صادمه بين رونالدو وميسي في اخر سنتين. يستمر تألق كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي خلال الفتره الاخيره، وده خلاه يحقق العديد من الارقام القياسيه واخرها الفوز بلقب هداف العام 2023. وفي مقارنه ممكن تبلغ صادمه بين رونالدو وميسي في اخر سنتين. عندك ميسي سجل 37 هدف مع باريس سان جيرمان وانتر ميامي، وده خلال عامين ونص، وتحديدا من اول انتقاله الى باريس سان جيرمان 2021. اما كريستيانو رونالدو فسجل 54 هدف مع النصر في عام واحد، متفوقا على ميسي صاحب ال 37 هدف في عامين مع فريقين. المقارنه دي في صالح رونالدو مش بس في ارقام الاهداف، ده كمان مع تقدم رونالدو في العمر عن حامل لقب كاس العالم. بالارقام مانشستر يونايتد من اسوأ 3 انديه في الدوري الانجليزي. بالله عليك ابقى سلم لي على تين هاج اللي قال لك رونالدو السبب. يا راجل بلا حاجه فارغه. نادي مانشستر يونايتد عايش اسوأ حالاته في تاريخه، وده على كافه المستويات، وظهر هذا الموسم بدون انياب هجوميه، وخسر مانشستر يونايتد امام ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجه 2-1 علشان ينسى خالص انه حقق الدوري الانجليزي. ده كمان بقى مهدد بفقدان المشاركه في البطولات الاوروبيه، دي باظت خالص. وعلى المستوى الهجومي اليونايتد تحسه فاضي. معلش اصل رونالدو السبب، وده بالارقام ابو الكباتن مش انا اللي بقول. مانشستر يونايتد هو ثالث اقل نادي في الدوري الانجليزي يسجل اهداف بالبطوله ب 22 هدف، وبعده بيرلي ب 20 هدف، وبعدهم شيفيلد ب 15 هدف. 4 خيارات قدام ريال مدريد لحل ازمه الدفاع. طبعا انت اكيد عارف ان ريال مدريد بيعاني في ازمه في الدفاع، خاصه بعد اصابه ألابا وميليتاو بقطع بالرباط الصليبي. وفقا لصحيفه اس الاسبانيه ان ريال مدريد عنده 4 خيارات لتدعيم الدفاع، وهم البرازيلي روبرت رينان لاعب زينيت الروسي، رقم 2 الاسباني رافا مارين، المعار الالافيز، والفرنسي رافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد، والبرتغالي جونزالو اوناسيو لاعب سبورتنج لشبونه. فانت يا ابو الكباتن بتفضل اي اختيار فيهم؟ اكثر الانديه الانجليزيه تحقيقا للبطولات منذ عام 2012 رجع نادي مانشستر سيتي لتحقيق البطولات في الفتره الاخيره، سواء الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا والبطولات المحليه الاخرى. واليكم قائمه اكثر الانديه الانجليزيه تحقيقا للبطولات منذ عام 2012 حتى الان. مانشستر سيتي ب 21 بطوله، وتشيلسي اللي ابو تريكه بيحبه ب 11 بطوله، والمدفعجيه ارسنال ب9 بطولات، والريدز ليفربول ب8 بطولات، واخيرا مانشستر يونايتد متساويا مع ليفربول ب8 بطولات. معلومه صادمه، اخر ضربه جزاء تم اضاعتها. نبدا بنيمار واللي ضيع قبل شهرين، وكيليان امبابي قبل 7 شهور، وهاري كين برضه قبل 7 شهور، وهالاند ضيع قبل 8 شهور. اما الاسطوره ميسي فقبل 11 شهر. وخد دي عندك بقى علشان هتصدمك، الاسطوره كريستيانو رونالدو قبل 3 سنين، وده لحد لحظه الفيديو ده جد موديست عاد الى الحياه من جديد. المكنه طلعت قماش يا ابو الكباتن، سجل هدف وصنع هدف. البالون دور بعد اذنك يا فيفا من دلوقتي. قاعدتين تخلي بالك منهم قوي وانت بتلاعب النادي الاهلي. القاعده الاولى اوعى تفكر انك كسبت قبل صافره النهايه، اما الثانيه اوعى تنسى القاعده الاولى. روح الفانيلا الحمراء تسيطر على لقب جديد. الاهلي يتوج بالسوبر المصري للمره ال14 في تاريخه. المارد الاحمر في اللحظات الاخيره يضرب فيوتشر برباعيه مقابل هدفين، بس الحق يتقال الاهلي تراجع مستواه من اول الدقيقه 75 وهو اللي دخل فيوتشر في الجيم من جديد واتحرق دمنا. كهربا برضه سجل هدف وصنع هدف لحسين الشحات اللي كان رايق قوي النهارده وجاب جول عالمي. وشكر خاص لعلي معلول، ورساله لحارسنا مصطفى شوبير، فكك من اي حد، سد ودانك، انت جول كويس. لاعب كان بيلعب جناح ايسر بس ايه نينجا، صعب تلاقي زيه دلوقتي يا ابو كباتن. كان بيتميز بمهارته العاليه جدا وسرعته الفائقه وتحكمه في الكوره ومراوغته للخصم اللي ما تقلش ابدا عن ميسي. انا مش ببالغ والله، كان نجم بايرن ميونخ، وللاسف اتظلم انه ما اخدش الكره الذهبيه على الرغم من انه حقق الثلاثيه في احدى المواسم وكان نجم هذا الموسم، وده باعتراف الكل انه كان يستحق انه يتوج بالكره الذهبيه. بس يمكن يا ابو الكباتن علشان هو مسلم فما حققهاش. ابرز الانديه اللي لعب ليها بايرن ميونخ ومارسيليا وفيورنتينا. هضطر اسهل لك اكتر، اتعرض لحادث في صغره نتج عنه ندبه في وجهه، ورغم سخريه الكل عليه الا انه رفض يعمل اي عمليه تجميل وقرر انه يسحر عيون عشاق كره القدم ويمتعنا باسلوب لعبه الجميل. فيا ريت يا ابو الكباتن تخمن معايا من هو هذا اللاعب.